فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. فذهبت وكان وقت المغرب. رجعت إلى مثل هذا المسجد دخلت الساحة حتى أتيت باب المصلى ومسلمان يدخلان المصلى، فدعوتهما وناديتهما وقلت لهما إني أريد الإمام. فقال لي أحدهما: ولماذا تريد الإمام يا فلان؟ قلت: إني أريد أن أدخل في الإسلام. فقال لي: يا فلان، إنك لا تحتاج إلى الإمام، فيمكنك أن تدخل في الإسلام الآن، تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وتدخل في الإسلام. فقال لي: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقلت: لا إله إلا الله. فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فدخلت وصليت مع المسلمين. فكان أعظم شيء حصل في حياتي، فكان أغلى شيء عندي، فكان الحق الذي كنت أبحث عنه، وكانت الغاية من الحياة. إن لم تغثن فمن يغيث، وما لنا رب مغيث سواك يا رب العباد. وهكذا أسلم ستيف وغير اسمه إلى عبد الله، وأصبح قلبه كحمامة المسجد تأوي إليه بين الفينة والأخرى، ووجد حياته وراحته في بيت الله، يقضي وقته بين التعبد شكرا لله على نعمة الإسلام، وبين التأمل في كلام الله سبحانه وتعالى، لا يزال يذكر ماضيه وكيف أنقذه الله من الكفر. وكلما رفع المؤذن صوته بالأذان جاشت نفسه بالبكاء. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن بعد أن دخلت في الإسلام تغيرت حياتي، تغيرت بشكل جميل جدا، وأذهب الله عني ما كنت أجد
وكأنه كان في لحظة ذهب كل الهموم والكرب، كأنه كان في لحظة ووجدت راحة وطمأنينة. فكنت سعيدا، وجدت السعادة الحقيقية التي كنت أسعى وراءها في حياتي، والتي يسعى كل واحد وراءها. وهذه السعادة هي في الإسلام وليست في غيره. فالحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام.